السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هل سيموت خضر وقلب أصلان؟ وهل يجد خضر الخائن الذي بينهم؟ ما هي خطة جيلان بشأن بهار؟ في الحلقة الجديدة من مسلسل قطاع الطرق سيقاتل خضر بقوة من أجل بقاء صديقه تيبي، لكن تيبي يتطلع إلى إلقاء جنة، ولهذا السبب سيجعل عمل خضر أكثر صعوبة مع تحركاته. ومن ناحية أخرى خطة يمان للقضاء على خضر وقلب أصلان، والغرض طبعا من التخلص منهم هو التحكم بالطاولة بدون منافس. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سيخطط أولا لإزالة تيبي من طريقه، لكن خضر لن يسمح بذلك وسيبذل جهده من أجل حمايته. من ناحية أخرى ستستخدم بهار كل الوسائل للحصول على خضر، ولن تتراجع بهار عن تنفيذ أي شيء حتى تصل لهدفها وتجتمع به. ومن الجانب الآخر جيلان تعتقد أن بهار قد أخذت زوجها، ولذلك لن تسمح لها أبدا بالنجاح في تحقيق هدفها. ولهذا السبب أيضا ستخطط جيلان للقضاء على بهار، ولكن حتى لو كانت بهار في خطر فإنها لن تموت وستعيش معنا لأن دورها لم ينتهي بعد. جيلان تحب خضر كثيرا حتى أنها تخلت عن الكثير من الأشياء من أجله، ولهذا السبب ستقاتل جيلان ضد بهار وسيكون هناك صراع بينهما في الحلقات القادمة. بالإضافة إلى ذلك سيحاول خضر العثور على الخائن الذي بينهم. الطرق التي سيتبعها ستقوده إلى مكان لم يتوقعه أبدا، عندما يعلم أن إبرو هي الخائنة، لأنه لم يتوقع أبدا أن تكون هي. مع خيانة إبرو لن تعرف عائلة شاكر بيلي ما ستفعل. بهذه الخيانة ستكون حياة إبرو أيضا في خطر، لأننا كما نعلم خضر لا يغفر للخون أبدا. لذلك ستنتظرنا حلقات أكثر إثارة. هل سيتمكن قلب أصلان من قتل يمان؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم.